السلام عليكم. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد. قبل اي حاجة ما تنسوش الصلاة على الحبيب واللايك والشير الحلو ده. لأول مرة وحصري اعمل لكم بطاطا بطريقة اول مرة اعملها ونجحت معايا وسهلة وخطيرة من دون اي تكاليف. طبعا الشتا دي عايزة حاجة تدفينا، حاجة حلوة كده، حاجة فيها قيمة غذائية. طبعا لقينا البطاطا كيلو ونص ب10 جنيه. جبنا وعملنا البطاطا. ليها كذا طريقة، ليها بطاطا بالبشاميل وبطاطا مكرملة بالشكل ده زي ما انا ما عملتها معاكم كده، وكذا طريقة تاني. تمام. بفضل الله عملنا الطريقة دي ونجحت معايا بسم الله ما شاء الله. طعمها كان خطير جدا، واللي هيجربها يعرف ان هي طلعت حلوة وشكلها يفتح النفس زي ما انتم ما شايفين كده بالشكل ده. بسم الله ما شاء الله. زبدة معايا. السر في حاجات بسيطة خالص. اتفرجوا على اخر الفيديو هتشوفوها معايا. اول حاجة كده بنبدأ نغسل البطاطا بتاعتنا، وهي هقول لكم في بطاطا نوعين، اللي هي نوعها فاتح دي واللي هي لونها محمر شوية. عملت الاتنين معاكم بنفس الطريقة عشان هي طلعت ما شاء الله. الاتنين طلعوا حلوة، طلعوا حلوين بنفس الطريقة ما شاء الله. والاتنين طعم واحد وبجد سهلة ومفيدة للأطفال. اول حاجه كده بنغسلها، ولو فيها اي زوادات مش حلوه كده بنشيلها بالسكينه وبنحطها. لازم تكون في طاسه تيفال، طاسه سيراميك، صينيه سيراميك، اي حاجه تكون عندك سيراميك عشان ما تلزقش. تمام، غير لاصقه يعني. اهو بالشكل ده كده غسلناها لحد ما الميه بتاعتها تكون نضيفه بالشكل ده. هنا بقى شغلنا عين البوتاجاز وحطينا كده السكر بالشكل ده، 4 معالق سكر زي ما انتم ما شايفين. هنا بقى في سر تاني، انا من عشاق القرفة في الحلويات وفي جميع الاكل. القرفة دي مفيدة جدا جدا، وللناس اللي مش عايزة تزيد وخايفة ان البطاطا دي بتتخن، القرفة بتعلي الحرق فيها. تمام. بسم الله ما شاء الله. طلعت خطيرة، جربوها بالطريقة دي مش هتندموا. اهم حاجة نشوف الطشطشة بتاعت البطاطا دي وهي بتعمل كده في الصينية معانا بقى. بالشكل ده كده هنغطيها علشان تستوي. هنفضل سايبينها بدون اي نقطة مية، هي تنزل الميات اللي فيها وتستوي معنا مع حالها. هنا بعد نص ساعة بالظبط ما كانتش استوت، كانت داخلة على سوا. قفلت، وبعد كده بعد ساعة الا ربع كانت معايا زبدة بالشكل اللي انتوا شايفينه ده. طبعا هقلبها تاخد وش من على الجنب المكرمل ده ما شاء الله زي ما انتوا ما شايفين. مش هتندموا. ساعة الا ربع هتكوني عاملة احلى واسهل بطاطا. مش قادرة اقول لكم على ريحتها وطعمها في الامطار بتبقى لذيذة.